السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة احنا هنتكلم عن رؤية الماء في المنام، مش الماء اللي احنا بنشربه وبنستخدمه. ماشي يا جماعة، بس قبل ما اتكلم عنه يا ريت ما تنسوش اللايك والشير وفعلوا الجرس. اللايك يا جماعة عشان يوصلكم كل فيديو جديد، واللي عنده اي استفسار يخش على صفحتي على الفيسبوك او على اليوتيوب يكتب لي، وان شاء الله انا هكون معاكم وهرد عليكم بإذن الله. وبشكركم جدا على الكلام الجميل اللي بتكتبوا لي في التعليقات. بصي يا حبايبي، الماء اللي احنا بنشربه او الماء اللي احنا بنستخدمه في الحموم، الماء عامة مش ماء البحر، الماء اللي احنا بنشربه رؤيته جميلة جدا في المنام، دليل على الرزق والخير الوفير، ودليل على الذرية اللي هي ذرية الذكور، تمام، دليل على كثرة الرزق والسعادة والصحة. طيب اللي بيشوف الماء تحت رجليه ماء كتير جدا جدا جدا، ده رزق وخير جايله، تمام. طب واللي شاف ان هو بيشرب مية وبيشرب مية كتير جدا، ده لو ست حمل، ده لو يعني ست متزوجة وحامل، بشرى لها بان هي يبقى في بطنها ولد ذكور يعني، تمام. طيب لو شافت نفسها ان هي ماليه قاروره ميه كبيره كتير، ميه كتير شايلاها وميه كتيره، ده رزق، ورزق داخل عليك، رزق هنا او رجل برضك لو شاف قاروره قدامه، ده رزق ورزق كتير جدا، لان الميه دل على الحياه، وجعلنا من الماء كل شيء حي، دل على كل حاجه حيه. لو شفت ان انت واقفه على ميه كده والميه تحت رجليك كتير، ده رخاء والحياه جميله قدامك وسعه سعي ورزق، تسعي في الرزق ورزق جايلك، تمام. طيب لو شفت ان انت بتشربي ميه كتير، عماله بتشربي ميه كتير جدا، او انت بتشرب ميه كتير جدا، دل على طولة العمر ليك والشفاء من اي تعب واي مكروه واي مرض، شرب الميه كتير، تمام، ورزق جايلك. طب لو طالب شاف نفسه ان هو واقف على ميه، والميه يعني الميه هي اللي شايلاه، وتحت رجليه كتير، وميه شكلها جميله وميه حلوه، ده باذن الله دل على نجاحك وتفوقك في دراستك باذن الله، تمام. اما لو بنت عزباء حد بيناولها ازازه ميه او حد بيديها ميه، اعرفي ان شاء الله باذن الله ان ربنا هيكرمك بواحد كويس جدا جدا، او ربنا يكرمك بوظيفه حلوه قوي، تمام يا جماعه. اما لو الميه وسخه او معكره او راقده في مكان، او وسخه في طبق، او وسخه في قاروره، اعرفي ان انت داخله على هم ومشاكل وضيقه وكرب وتعب، اعزكم الله. يعني الميه الوسخه المتسخه دل على كده يا جماعه. او لو انت بتمد ايدك كده وايدك لقيت الميه وسخه، هتبقى مديت ايدك في مشكله انت هتتقعي فيها، تمام. طيب لو شفت ان انت جيتي تشربي ميه ولقيت الميه لها طعم او ميه وحشه، اعرفي ان انت تسمعي كلام هيزعلك، او كلام وحش، او تخش في ضيقه ماديه يعني، او هيتخش في مشاكل مع جوزك، هيبقى الكلام مش منه لازمه، كلام ملوش طعم، وكلام يعني حاجه وحشه جدا، عزكم الله. يعني يا جماعه ده الماء الوسخ او المتسخ يا جماعه. اما رؤيه الماء كلها جميله، اللي هي المية الشرب غير البحر، تمام يا جماعه. فدي رؤيه الماء، ان انت تشربي، ده اللي لو شربت ميه كتير، او انت شربت ميه كتير وبتشرب حاسس ان انت عمال ده رزق، دليل على طول العمر، شفائك من اي تعب او اي مرض، ربنا يشفي كل مريض يا رب. يعني حاجه جميله جدا، والله اعلى واعلم. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس يا جماعه.